السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن خالد الغندور بيشرح لنا بيان النادي الاهلي، وبيقول هل علي معلول وبيرسي تاو والو ديانج مش هيروحوا منتخباتهم زي ما الاهلي طلب؟ ونسمع مع بعض تعليق خالد الغندور. هو اما حصل ان النادي الاهلي من 3 سنين تقريبا، ايام كأس الامم الافريقية كان عنده مباراة في كأس العالم للأندية، وفي نفس الوقت الاتحاد الدولي عمل كأس العالم للأندية في نفس توقيت كأس الامم الافريقية، وطلع الاستاذ احمد مجاهد واكد ان البطولة هتتلغي بتاعت كأس الامم الافريقية. ثم قيل ان هيحصل تضارب في حالة واحدة، لو منتخب مصر وصل للمباراة النهائية هيصطدم بأول مباراة للأهلي في كأس العالم. الزمالك له حاجة في الموضوع ده؟ يعني الزمالك له دخل في الموضوع ده؟ ملوش أي دخل. الزمالك له صفة في الموضوع ده؟ ملوش أي صفة. طب نمرة 2، كأس الأمم الأفريقية اللي هي أهم بطولة من بقى بطولة، أهم بطولة في تاريخ القارة كلها هي كأس الأمم الأفريقية. تمام. واللي منتخب مصر فايز ببطولات أكتر فيها. تمام؟ المنتخب ومعترف بيها دوليا، والمنتخب لعيبه المنتخب لازم تكون موجوده مع المنتخب في كاس الامم الافريقيه. النادي الاهلي بسبب التضارب اللي حاصل بسبب الاتحاد الافريقي اللي مش عارف يحدد مواعيد، كارثه دخل البطولتين في بعض. تمام. وساعتها ايتو رئيس الاتحاد الافريقي اصروا على اقامه البطوله، واقيمت البطوله، والاهلي ظلم لان لعيبته مش معاه بسبب تضارب المواعيد. لكن الاهم مين في ذاك الوقت؟ ان لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر يكونوا مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه. تمام. خلصنا من القصه دي. بعد اقل من 8-9 شهور، شهر 9، كان منتخب مصر عنده معسكر ماتشات وديه مع كلاس سي، يعني فرق تصنيف ثالث او رابع، اللي هي النيجر وليبيريا. ودي اول تجمع لفيتوريا. الراجل جمع اكتر من 30 لاعب عشان يجرب ويعمل كذا فرقه ويشوف لعيبه وكده. الاتحاد الافريقي اجل مباراه الزمالك مع بطل تشاد عشان الزمالك عنده ماتش مع لوسيل في السوبر المصري السعودي، وبالاتفاق مع الاتحاد القطري اللي هينظم كاس العالم وافق الاتحاد الافريقي على تاجيل اللقاء، وقالوا هنحدده فيما بعد. راح عمل ماتش يوم 18 وماتش يوم 25، ومنتخب مصر عنده ماتش، عنده معسكر اعداد ماتشات وديه يوم 23 ويوم 27. يعني 23 مصر هتلعب مع النيجر، 25 الزمالك هيلعب مع بطل تشاد في دور 64، 27 مصر هتلعب مع ليبيريا. فابتدى الزمالك عايز لعيبته، دي ماتشات وديه. ابتدى جمهور الاهلي اللي على السوشيال ميديا اللي هم بيتشدقوا دلوقتي بالكلام يقعدوا يهاجموا حازم امام، ويهاجموا اتحاد الكوره، وعلى الله تسيبوا اللعيبه للزمالك. يا جدعان ده ماتش ودي، يا جدعان ده الزمالك عنده ماتش رسمي، ودول ماتشات وديه، يعني وديه ومع فرق درجه رابعه في افريقيا. لا ما ينفعش. ده حصل ايه؟ ان فيتوريا خاف وقرروا ان هم يطلعوا 2 لعيبه من اصل 6 لعيبه في منتخب مصر، 2 لعيبه بس، اللي هو اللي هو زيزو ومحمود حمدي الونش. الغريبه بقى ان ما رضوش يطلعوا حتى الاثنين اللعيبه دول من معسكر المنتخب. ضم ال6 لعيبه، وزيزو والونش لعبوا يوم 23 9 2022، وبعد ما لعبوا الماتش خرجوا بعديها بيومين لعبوا مع الزمالك امام بطل تشاد يوم 25. خلصوا يوم 25 رجعوا بالليل المعسكر المنتخب مرة أخرى عشان مباراة ليبيريا، وكانوا متواجدين على دكة البدلاء. ده اللي حصل مع لعيبة الزمالك. أما محمد صبحي وفتوح وأكتر من لاعب لم يتم ضمهم يعني لنادي الزمالك، وفضلوا مع منتخب مصر. ليه؟ لأن ماتش الزمالك كان في النص، ماتش ليبيريا، ماتش النيجر 23،
ماتش الزمالك 25، ماتش ليبيريا 27 في نص معسكر المنتخب. وطبعا ده اللي حصل من فيتوريا، انه منع لعيبه الزمالك انها تروح، بل منع كمان ان لعيبه الزمالك تكون موجوده اساسا من بدري مع الزمالك. طلع 2 لعيبه فقط لعبوا الماتش الاولاني قبلها بيومين، وبعد 48 ساعه راحوا لعبوا ماتش تشاد، ورجعوا يوميها بالليل للمعسكر تاني ولعبوا ماتش ليبيريا، وكانوا موجودين في ماتش ليبيريا في السكور. تمام. المره دي بقى مختلفه. مصر هتلعب ماتش رسمي مع اثيوبيا اللي كسبتنا في الماتش الاولاني 2-0، واللي هي معانا في تصفيات كاس العالم، في مجموعتنا في تصفيات كاس العالم. نمرة 2 ماتش هتلعب مع تونس، واحد من افضل فرق القاره واللي كانت موجوده في كاس العالم وكسبت فرنسا في كاس العالم. هتلعب معاهم ماتشين، ماتش رسمي وماتش ودي دولي. تمام. الماتش ايه بقى؟ مش متداخل، ماتش الاهلي مش متداخل خالص. ماتش يوم 8 وماتش يوم 12، وماتش الاهلي مع اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي اللي هو ماتش مهم جدا، والسوبر مهم جدا هيكون يوم 15 في الطائف، اللي هي على بعد ساعتين بالطياره او اقل من ساعتين، ساعه 45 دقيقه بالطياره لغايه الطائف. تمام. النادي الاهلي مش عايز يودي لعيبه خالص، وبعد جواب قال مش عايز ما يروحوش خالص، فابتدى يقول لك خلاص هيلعبوا ماتش اثيوبيا وما يلعبوش ماتش تونس، وابتدى يفرض عضلاته. تمام. ولازم كلنا نكون مع النادي الاهلي. طب كلنا مع النادي الاهلي، هو النادي الاهلي معانا كلنا ولا لا؟ يعني احنا كلنا نبقى في ظهر النادي الاهلي. يا ترى النادي الاهلي معانا كلنا؟ يا ترى ان الزمالك ما اتحط في نفس الموقف؟ النادي الاهلي وجمهوره على السوشيال ميديا والاعلاميين بتوعه كانوا مع ان اللعيبه تخرج. كابتن ضياء السيد بيقول لك المفروض يكون عادل. طبعا كابتن ضياء السيد حتى مش عارف تواريخ الماتشات ولا اي حاجه، هو بيسمع من السوشيال ميديا. الاعلام نفسه كان مع الزمالك في ماتشات وديه، ليبيريا ونيجيريا وفيها اللعيبه المحترفه وكل حاجه. تمام. يعني وكان فيها احمد حجازي موجود وبتاع اللي مصاب دلوقتي، وكل اللعيبه موجوده. تمام. ولعيبه 30 لاعب، قوام كبير جدا عشان بيجرب يلعب الشوط الاولاني بفرقه، الشوط الثاني بفرقه، الماتش الثاني ممكن بفرقه او بفرقه براحته، والتغيير مفتوح. السوشيال ميديا الاهلاويه على الله، وشتيمه في حازم امام، وشتيمه في اتحاد الكوره، وعلى الله تخرجوهم. بيقارنوا ماتشات نيجر وليبيريا بكأس الأمم الأفريقية اللي أقيمت في الكاميرون. إزاي ما نسيبش اللعيبة للأهلي؟ يعني لعيبة المنتخب اللي بيلعبوا في كأس الأمم الأفريقية إزاي ما نسيبهمش للأهلي؟ تمام؟ طب يا ترى إحنا كلنا بنبقى في ظهر الأهلي عشان بيمثل مصر؟ طب يا ترى النادي الأهلي في ظهر كل الأندية اللي بتمثل مصر ولا بيهاجم زي ما حصل في ماتش نيجر وليبيريا؟ طبعا شيزوفرينيا غريبة جدا جدا. رجعنا تاني بعد تعليق الكابتن خالد الغندور. كل واحد في السوشيال ميديا الاهلاوي والزملكاوي شايف الموضوع بطريقه تانية. عرضنا حلقه للاستاذ ابراهيم المنيسي بيقول ان محمد عبد المنعم اصلا واخد انذار، ووجوده في مباراه اثيوبيا لو خد انذار هيتمنع من اللعب في كاس الامم الافريقيه. كلام منطقي. النهارده خالد الغندور بيقول لك مباراه منتخب مصر، مباراه النادي الاهلي يوم 15، المنتخب مصر يلعب يوم 8 ويوم 12 ويوم 15، فاصبح ان النادي الاهلي مش طرف زي الزمالك لما كان طرف في تشاد ونيجر وليبيريا. والاعلام الاهلاوي بيجيب حاجات من 3 سنين، والاعلام الزملكاوي بيجيب حاجات من 3 سنين. طب ايه الحكايه؟ طب ايه اللي عمل اللخبطه دي كلها؟ هل هو ماتش تونس واللي حدد ماتش تونس هو اللي عمل اللخبطه دي كلها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل هو فرمان من روي فيتوريا او فرمان من اتحاد الكوره ان اي لاعب اي تجمع لمنتخب مصر المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن تجمع اللعيبه؟ اهلي بقى عنده بطوله، زمالك عنده بطوله، يبقى في فرمان. الكلام ده ليه اللي جاي؟ قلنا اما تتعامل مع الاهلي والزمالك لازم تتعامل معاهم بحذر، لان نادي ده بيبص وده بيبص، وده عنده ميديا وده عنده ميديا، فما ينفعش تجامل الاهلي انك مش هتخلص من الزمالك، ولو جاملت الزمالك مش هتخلص من الاهلي. الناس مركزه ومصحصحه بدليل ان خالد الغندور بيكلمك من 3 سنين فاتوا، ومفيش اسرع من التواريخ. واعمل سيرش هجيب كل حاجه. فانت راجل دلوقتي ما ينفعش تكتب بمكياليه. اللي حدد ميعاد مباراه مصر وتونس ما كانتش يعني وقتها. هل مباراه مصر وتونس جت يعني متحدده دلوقتي قبل ميعاد ماتش الاهلي ولا قبل ميعاد ماتش الاهلي؟
لو بعد ميعاد الاهلي محدد ميعاد ماتش يوم 15 يبقى فيها ان. طيب هل ينفع انت تسيبه عشان مباراه وديه؟ لا، ده مباراه تصنيف، وتونس فريق قوي محترم وفوقك في التصنيف وكسب فرنسا في كاس العالم، كل اللي عايز يفخم في الكلام بيفخم، كل اللي عايز يتجاهل في الكلام بيديلوش اهميه ومعنى. دلوقتي اثيوبيا كسبتنا، ودلوقتي اثيوبيا معانا في كاس العالم، ودلوقتي اثيوبيا لازم نكسبها، وفي نفس الوقت تونس بقت مباراه وديه، وفي نفس الوقت تبقى فريق جامد وهو مصنف ويكسب فرنسا. وقت ما احنا عاوزين بنكبر الموضوع بنكبره. لا، اتحاد الكوره بيروي فيتوريا يصدر قرار اي تجمع للمنتخب غير مسؤول بالمره عن اي ارتباطات انديه. هو ده اللي المفروض يتعمل، لان انت علشان تتعامل ولو مره صح مع الكره المصريه. انت لحد وقتنا، طب انا عايز اقول لك انا حاجه، منتخب مصر بيتجمع وعنده مطوشه ومفيش دوري. انت جمعت اللعيبه دي بناء على ايه؟ عن شرايط وزي في من شهرين فاتوا؟ ولا انت جمعتهم يعني باللعيبه الدوليه؟ ولا اخر تجمع لمنتخب مصر محمد شريف اول مره يخش منتخب مصر لما ساب الاهلي؟ طب هو لعب في الخليج السعودي؟ لا، ما لعبش، يعني لعب ماتشين بس، جاب اجوان وعمل اسيستات وعمل مش عارف ايه. لا، طب اتضم في ايه؟ عادي، ما تشغلش بالك، هو اتضم. ففي حاجات عشوائيه، مفيش قرارات حاسمه نخلص بيها من الهرج والمرج اللي بيحصل في الكره المصريه. دلوقتي ده منتخب مصر بيتجمع، والدوري بتاعك لسه ما بداش، والدوري بتاعك انت مش عارف هيبدا امتى. مفيش حد طلع قال ميعاد، ما فيش حد عارف يعني. عمرنا ما، ولا عمرك هتبدا مع الناس ولا تنهي مع الناس، انت في حته لوحدك كده. والله المستعان على ما تصفون على الكره المصريه، وعلى اعلام الاهلاوي يجيب حاجات من سنه ونص، وعلى اعلام الزملكاوي يجيب حاجات من سنه ونص، وكمان خالد قندول يجيب لنا من 3 سنين. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله كل جديد.